جانب تاني من حياة ديزي الشخصية، وبتحاول تتخلص من المناظر الصعبة اللي بتشوفها في الفيديوهات، وبتحاول تستغل وقت فراغها في ان هي تدور على اي حاجة تشغل بالها، وبتبعد عن التفكير في المناظر دي. فبتفتح تطبيق المواعدة علشان تقنع نفسها ان هي لسه قادرة تعيش حياة طبيعية بعيد عن شاشة الكمبيوتر، وبتحاول تدور على شاب مناسب علشان تتعرف عليه وتدخل معاه في علاقة، وده لان هي وحيدة وعايشة بعيد عن اهلها. ولكن للأسف ما بتلاقيش شاب فيه المواصفات اللي هي عايزاها. وفي يوم بيخبط عليها جارها وبيطلب منها تخلي بنته عندها الليلة دي لأن ميعاد شغله اتغير وهيشتغل في وردية الليل. فبتوافق ديزي علشان تغير من نمط حياتها، ولكنها بتتفاجئ إن فايولت بتتفرج على مواقع مخصصة للكبار فقط، فبتمنعها من إنها تدخل عليها، وبتقترح عليها إن هما يتفرجوا سوا على فيلم كرتون. والفكرة بتعجب فايولت وبيتفرجوا سوا على فيلم كرتون وبيكونوا مستمتعين جدا. وتاني يوم بتقول ديزي لصاحبتها ايفا ان هي ادركت مؤخرا ان هم شغالين في اسوأ وظيفة في العالم، لكن في نفس الوقت الوظيفة دي بتمنح لناس كتير انهم يتفرجوا على فيديوهات مزعجة، وبعدها كل واحدة فيهم بتروح تشوف شغلها. واثناء الشغل بتشوف ديزي فيديو بيلفت انتباهها لانه بيظهر فيها واحدة بيتم تعذيبها بمسامير في جسمها، ووقتها الست دي بتفضل تصرخ من شدة الألم. وبيكون الفيديو مزعج جدا لدرجة ان ديزي ما بتستحملش اللي بتشوفه وبيغمى عليه.